السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صحابي واخواتي وحبايبي اللي منوريني دايما، تحياتي ليكم واهلا بكم في فيديو جديد. بالنسبة بس للفترة الأخيرة كده وموضوع كهرباء والعقوبة اللي عليه ولجنة الانضباط ولجنة التظلمات، وشفنا في الآخر تصريح كده قوي جدا من خالد الغندور نجم نادي الزمالك. يعني طلع كده واتكلم بالشدة وبقوة غير عادية على لجنة الانضباط ولجنة التظلمات وعلى المستشار عادل الشرباجي، وهاجمه بقوة ودخل فيه بكلام يعني صعب جدا جدا، وقال ان هو خايف على المناصب، وقال ان هو خايف على الكرسي بتاعه. قال ان انت لو اللي انت عملته ده مش هيخليك في منصبك ومش هيخليك تفضل قاعد على الكرسي بتاعك. يعني كلام صعب جدا بصراحة. ويعني الموضوع دخل كده في قصة غريبة، ولكن التصريحات دي انا شايفها غير مبررة. لان انت اذا كنت بتقارن عقوبة كهربا بعقوبة امام عاشور، امام عاشور كنت انت ساعتها ما استأنفتش، انت ساعتها بعت تظلم لمجموعة من اللاعبين، اعتقد كانوا 5 لعيبة تقريبا من نادي الزمالك. لكن النادي الاهلي بعت تظلم لكهربا بس، واللجنة وضحت الموضوع ده وقالوا ايه هو المبرر والحيثيات بتاعة القرار. فانت مصر على ان في مشكله، وانت مصر على انك تعمل ازمه ليه؟ عشان لاعب واحد قدام نادي الزمالك في السوبر المصري. انا مش فاهم بصراحه، انتوا عاملين القصه مضايقاكوا قوي ليه كده؟ موضوع كهربا ده مضايقكوا قوي بطريقه غريبه يعني. ده كان بس رد وتعليقي على موضوع خالد الغندور وعلى تصريحه على قناه نادي الزمالك وعلى تصريحاته القويه جدا في موضوع كهربا وعلى المستشار عادل الشرباجي وعلى. انا ما بدافعش عن حد شخصيا، ولكن احنا ضد اي تجاوز يعني. فاتمنى بس يكون الفيديو عجبكم، وما تنساش تنتشر اللايك للفيديو وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، واشترك في القناه عشان الفتره اللي جايه فيها فيديوهات قويه جدا. انتظروا كل جديد على قناه باكورد مع احمد الافندي. تحياتي ليكم واشوفكم على خير. سلام.